النهاردة هنحكي سيرة الراهب القديس أبونا بطرونيوس السورياني، ملاك دير السوريان. سريع الندهة جدا، اطلبوا شفاعته وهو يسمعك بسرعة جدا، لأنه سريع الاستجابة وجميل جدا في الشفاعة. تعالوا نعرف سيرته سوا. اتولد قديسنا في القاهرة في مستشفى القبطي فرانسيس يوم 1 يونيو سنة 1981 في عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، وكان اسمه ريمون رشدي شفيق، وتفسير اسم ريمون يعني نور العالم. ومشي على خطى الأنبا أنطونيوس والأنبا بخوميوس لحد ما وصل لأعلى درجات القداسة في سن صغير جدا، وباعتراف شهداء الكنيسة نفسه زي ما هنشوف وهنعرف كمان شوية. كان ريمون متفوق جدا في دراسته في كل المراحل الدراسية، وكان دايما من الأوائل في مدرسته، وكان متميز جدا بين أصحابه بأخلاقه العالية ونبوغه الدراسي. وفي سنة 1999 حصل على الشهادة الثانوية بمجموع 97.5%، ودخل كلية الطب جامعة عين شمس، وتخرج بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف. فكان مثال حقيقي للشاب المسيحي الناجح اللي بيمجد اسم الله في حياته. وراح ريمون مستشفى الحياة واشتغل فيها، وكل الدكاترة والعاملين في المستشفى كانوا مسميينه بالملاك، لأن كانت روحه زي روح الملايكة بالظبط. محدش كان بيسمع صوته، وكان هادي جدا ووديع، وبيخدم كل اللي في المستشفى بكل حب وأمانة. ومن كتر الرهبان والراهبات اللي كانوا بييجوا المستشفى باستمرار، حب ريمون خدمتهم وارتبط بيهم جدا، وكان بيحب يتكلم معاهم ويتعرف عليهم. ومن كتر حبه ليهم كان ممكن أوقات يقعد بال24 ساعة في المستشفى عشان بس يطمن بنفسه إن كل الرهبان والراهبات هيتعاملوا معاملة حلوة قوي، ويقدم لهم كل الخدمات العلاجية وغير العلاجية بنفسه. وبعدين قام الدكتور ريمون بتحضير رسالة الماجستير في جراحة القلب، ونجح في كل الامتحانات. وفي آخر مادة ليه كلمه نيافة الحبر الجليل أنبا متقاوس أسقف ورئيس دير السوريان قبل الامتحان، وقال له: عايز تيجي تترهبن وتقعد في الدير دلوقتي ولا بعد الامتحان؟ فرد عليه الدكتور ريمون بفرحة من غير ما يفكر، وقال له: دلوقتي يا سيدنا. وكان ده اختبار ليه عشان يعرف شدة تعلقه بالدير وحبه واشتياقه للرهبنة، ونجح فيه بامتياز كعادته طبعا. ولما كان دكتور ريمون في مستشفى الحياة اتقابل مع أخت طماف إيريني أمنا ترفينا، قالت له إنها شافت العذراء وابونا بشوي كامل جنبه، وتنبأت له بالرهبنة، ودي كانت تاني نبوءة عن رهبنته. كمان عرف الدكتور ريمون أبونا فلتؤوس السورياني لما كان في مستشفى الحياة، وارتبط بيه جدا، وكان بيحبه جدا جدا، وكان بيلغي كل نبطشياته من كتر حبه فيه عشان بس يقعد معاه. وأثر فيه جدا في حياته الروحية، وكمان اتنبأ له بخروجه من الجيش. وفعلا قبل الفحص الطبي أخد إعفاء من الجيش، ولما راح يقول لأبونا فلتؤوس على اللي حصل اتفاجئ بأن أبونا فلتؤوس بيقول له: هات شنطتك وروح الدير. وفعلا اتحققت النبوءة دي، ودخل ريمون لدير السوريان العامر، واتحقق مشتهى قلبه، وفضل 3 سنين تحت الاختبار. وكان اسمه الأخ إلياس، وكان نموذج للطهارة والمحبة والوداعة والاتضاع والخدمة. ما كانش بيتأخر أبدا عن علاج الآباء الرهبان المرضى ورعايتهم أفضل رعاية، ما كانش بيهتم براحته الشخصية أبدا. وتمت رسامته راهب باسم أبونا بطرونيوس السورياني يوم 28 يونيو 2013، وكان بيشتغل في عيادة الدير وبيخدم الآباء على قد جهده وساعات أكتر كمان. وكان بيروح لكل محتاج ويساعده، ولو في حد عاتبه إن هو اتصل وهو مردش عليه كان بيعتذر جدا ويروح له أكتر من مرة، مع إنه طبيعي لأنه إنسان طبيعي بيحتاج وقت للراحة أو ما يقدرش يرد، لكن ما كانش عنده وقت معين لراحته. استمر أبونا بطرونيوس على حضور القداسات يوميا والتناول، وكان آخر قداس ليه يوم الجمعة 4/7/2014 بالدير. وقال لحد من الآباء إن أيام غربتي على الأرض قربت تخلص، وقال لأب تاني إن ده هيكون آخر قداس يصلي معاهم، وإنه نازل القاهرة ومش راجع تاني لأنه هيروح السما. حاجة عجيبة جدا قد إيه أبونا بطرونيوس كان واصل لدرجة عالية جدا من الشفافية، واللي خليته يعرف وقت انتقاله من العالم ده. وراح اعترف أبونا وأخد حل ونزل القاهرة يوم الجمعة بالليل، وكلم أخوه عشان يستقبله،
وقعد في القاهرة من يوم الجمعة ليوم الاثنين عشان يودع أسرته. والغريب إن شنطة أبونا بطرونيوس كان مكتوب عليها حاجة غريبة محدش فهمها إلا بعد نياحته، وهي الآية دي: طوبى لمن اخترته وقبلته يا رب ليسكن في ديارك إلى الأبد. وكمان صورة العذراء. والمدهش كمان إن هم لقوا صورة جوه الشنطة مكتوب عليها: خير لي أن أترك هذا العالم الفاني قبل أن يتركني. فكانت كل الإشارات دي تنبؤات عن قرب نياحته. وفي نص ليلة يوم الاثنين 7/7/2014 حس أبونا بطرونيوس بألم شديد جدا في صدره، ولكن بدأ يبين إن هو كويس أكن مفيش أي حاجة عشان ما يخوفش اللي حواليه عليه. ولما قاسوله ضغط الدم هبط بطريقة مفزعة ووصل ل50/60، وبدأ يكلم العذراء ويقول لها: يا عذراء يا تريحي نفسي يا تاخديها عندك. والدكتور لما شاف ده بدأ يديله حقن ترفع الضغط، وجات الإسعاف وأخدوا أبونا. وهما في الطريق الضغط بدأ يرجع ويتظبط لحد ما وصل 70/110، ودي نسبة طبيعية جدا. وبدأ مينا يتكلم مع أبونا وقال له: ما تقلقش يا أبونا، الحمد لله الضغط بقى تمام وانت دلوقتي كويس. فراح أبونا قال له: أنا خلاص بودع يا مينا. فاستغرب مينا جدا وقال له: انت بتقول ايه يا أبونا؟ ده أنا بقولك الضغط بقى كويس. راح قال له تاني: أنا بودع. وبعدين وقعت ايده على الأرض. كان خلاص وصلوا المستشفى، وكانت عينه باصة للسما وكأنه كان شايف حاجة. وراح مع الست العذراء وانطلقت روحه الطاهرة بسلام. أما عن تعزيات السما في حياة أبونا بطرونيوس، بيحكي أحد الآباء إن أبونا بطرونيوس حكاله في مرة قبل نياحته ب3 أسابيع إن هو شاف رؤية إنه طالع على سلم طويل للسما، لكنه كان طالع بالراحة وببطء. فشدته الست العذراء مريم بسرعة للسما، وقال إنه حاسس إن هو مش هيعيش في عالمنا الفاني كتير. ومرة تاني مع البابا شنودة وأبونا فلتقوس، حكى أبونا بطرونيوس لأحد المقربين إليه إنه شاف مرة في حلم قداسة البابا شنودة الثالث وأبونا فلتقوس السورياني بيلبسوه تونية بيضة جميلة وبيباركوله على حاجة، لكن هو ما كانش يعرف إن هما بيبشروه بمجيئه للسما وسطهم. وفي اليوم التاني بعد نياحته حكى حد من القريبين من أبونا وهو أخو المتنيح أبونا استفانوس إنه شاف أبونا بطرونيوس في السما لابس تونية بيضة جميلة وعلى راسه أكاليل كتيرة جدا والملايكة ملفوفين حواليه. وفي اليوم الثالث بعد النياحة قال أحد الآباء إن هو شاف في رؤية الشهيد العظيم أبو سفين ومعاه أبونا بطرونيوس واخده في حضنه. فسألوا الأب: انتوا ليه أخدتوا أبونا بطرونيوس بسرعة كده في سن صغير؟ راح جاوبوا الشهيد أبو سفين: لنقاء قلبه ولأنه كان راهب بسيط وطيب القلب، وعشان توصلوا لنقاء قلبه ومكانه في السماء عليكم الجهاد سنوات وسنوات كتيرة، واعرفوا إن مجيء الرب قريب على الأبواب، وتوبوا لأنه قد اقترب المجيء الثاني. وبلغوا كل الرهبان والراهبات والكهنة والعلمانيين إن هم يتوبوا. كل التعزيات الجميلة دي من السماء عشان نطمن ونعرف إن مكانة أبينا المتنيح أبونا بطرونيوس ملاك دير السوريان مكانة عظيمة جدا بين القديسين الأطهار. ودلوقتي بنطلب إليك يا أبانا الحبيب أن تذكرنا أمام عرش رب المجد ليساعدنا ويعيننا على استكمال مسيرة حياتنا بسلام إلى أن نلقاك في الملكوت. آمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديس العظيم الراهب أبونا بطرونيوس السورياني ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة ويطلبوا كمان شفاعته لأن شفاعته جميلة جدا. وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.